السلام عليكم. يستهل المنتخب الوطني المغربي النسوي غدا الأحد مشواره في نهائيات كأس إفريقيا للسيدات 2026 بمواجهة المنتخب كينيا في مباراة يطمح من خلالها إلى تحقيق الانطلاقة قوية في البطولة القارية المقامة على أرض المغرب. تدخل اللبؤات الأطلس هذه المواجهة بطموحات كبيرة مدعومة بعامل الأرض والجمهور في ظل الرغبة في الذهاب بعيدا في المنافسات والمنافسات بقوة على اللقب القاري بعد أن أصبح المنتخب المغربي وحيدا من أبرز المنتخبات النسوية على الساحة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة. ستجرى المباراة على أرضية الملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط انطلاقا على الساعة 9 مساء، حيث ينتظر أن تحظى المواجهة بحضور جماهير كبير، خاصة أن الجماهير المغربية تتطلع إلى مساندة اللاعبات وتحفيزهن على تحقيق الفوز في أول مباريات الدور المجموعة. يخوض المنتخب المغربي منافسات المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا والجزائر والسنغال. ومن المنتظر أن يعتمد المدرب الإسباني على مجموعة من أبرز العناصر المنتخب الوطني، وفي مقدمتهم القائدة غزلان، إلى جانب أسماء تمتلك خبرة كبيرة على المستوى القاري والدولي. في الوقت تراهن فيه العناصر الوطنية على تقديم أداء قوي بيجمع بين الانضباط والتكتيك والفعالية الهجومية. لا يقتصر أهمية هذه البطولة على المنافسة على اللقب الإفريقي فقد إذ تشكل الكأس الأفريقية للسيدات 2026 محطة مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل، ما يرفع من قيمة المنافسة ويمنح المنتخبات المشاركة حافزا إضافيا إلى تحقيق أفضل النتائج. وتأمل الجماهير المغربية أن تكون مواجهة كينيا بداية موفقة لمشوار اللبوات الأطلس. إن ينجح